السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة منعم الرياضية. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة. حتكلم اليوم عن فوز الهلال على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد بتسجيل المهاجم عبد الرحمن اللي جاد عن طريق خطأ ارتكبه مع المدافع عثمان ضيوف، وسجلها المهاجم محمد عبد الرحمن عن طريق ركلة جزاء. بس أول حاجة عايز أعقب على نقطة أصدرها النادي بحق اللاعب فابريس نجوما واللاعب إبراهيم مور واللاعب لامين جارجو لأنه تعاقداتهم بلا سبب وغير أسباب غير عادلة لا يقبلها النادي الحقيقة. وقرر النادي الشروع في الإجراءات القانونية ضدهم، يعني حقيقة موقف غير مشرف من اللاعبين، وهنشوف إن شاء الله تصرف النادي معاهم. بس بتمنى إنك تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد إن شاء الله. اولا لازم نشيد بالحارس الإيفواري عيسى فوفانا الحقيقه اللي تصدى لركله الجزاء، وكانت الحقيقه نقطه تحول ودفعه قويه للفريق. حقيقه الحارس عيسى فوفانا حارس ممتاز جدا، وهو حارس صغير السن، وان شاء الله حيكون هو مستقبلا حارس الهلال. حقيقه شفنا تدخلات يعني معظمها كانت صحيحه، وخروجه للكره والتوقيت الصحيح للكره، واللي ده كان بيفتقده الهلال الحقيقه في كثير من المباريات السابقه، وكثير يعني من الاونه الاخيره في المباريات الافريقيه. خيارات المدرب إيبنجي كانت الآتي: حراسة المرمى عيسى فوفانا، صناعي قلب الدفاع كان عثمان ضيوف ومحمد أحمد إيرينج، وقلباك اليمين كان بيلعب ستيفن إيبولا، والباك الشمال فارس عبد الله، وثلاثي خط الوسط لعب بوجبا وعماد الصيني واللاعب بانجا، وثلاثي الهجوم كان ياسر مزمل عفوا ومحمد عبد الرحمن وليلوبو. عايز أعلق على تدخلات محمد أحمد إيرينج الحقيقة اللي كانت داخل منطقة الجزاء الغير مقبولة، وصل تدخلاته العنيفة الممكن تكلف الفريق الكثير، وشفناه اليوم يعني ساهمت بضربة جزاء لنادي الصفاقسي التونسي لولا تألق الحارس عيسى فوفانا اللي تصدى لها. محمد أحمد إيرينج لازم يكون حذر جدا في تدخلاته في منطقة الجزاء ويتصرف بحكمة وبوعي. ولازم يكون في تفاهم أيضا بينه وبين عثمان ديوف، لأنه شفنا في المباراة دي كثير من عدم التفاهم بينه، وصلوا في المباريات السابقة يعني في عدم تفاهم بينه وما بين اللاعب محمد أحمد إيرينج، ودائما ما ينضربوا في ظهرهم أو ينضربوا بيوانتو، ودي لازم حاجة يشتغل عليها المدرب إمبينجي. وأيضا أعاقب على خانة الباك اليمين اللي لعب فيها المدافع ستيفن إيبولا، وكان شبه جيد وقدم مستوى مقبول اللاعب في خانة الباك اليمين، لأنه الخانة دي الحقيقة الخانة دي بالتحديد كانت منذ عدة سنين، يعني كانت دي من اهتمامات ومتطلبات الفريق. وحقيقة كانت بتساهم في غسم ظهره، وكانت بتساهم في خسارة الفريق في كثير من المباريات. وأيضا شفنا المدرب إمبينجي لعب باللاعب عماد الصيني في خانة الارتكاز، كان بيقوم بالدور 6. حقيقة اللاعب عماد الصيني لاعب ممتاز جدا، وكان منتظر من قبل جماهير الهلال، لأنه بعد ما تعاقد معه الفريق ما شفناه بشارك بشكل أساسي أو عدد دقائق كثيرة في الملعب. عماد الصيني لاعب يتميز بالافتكاك، ويتميز بلعب الكرات الطويلة الناجحة في خلف المدافعين، وحيكون في مسافة خط وسط قوي الحقيقة مع بوجبا واللاعب أبو عاقلة عبد الله. أيضا شفنا مستويات يعني جيدة قدمها اللاعب بوجبا واللاعب ديفيد أبانجا اللي بيقدم في مردود ممتاز الحقيقة في عملية الضغط وعملية إسناد المهاجمين في الخط الأمامي. الحقيقة بانجا لاعب ممتاز جدا، لاعب بس ما كان بيشارك بصفة أساسية مع المدرب بينجي. شفنا اليوم اللاعب قدر يثبت انه كان مفترض ياخد دقائق لعب كثيرة في الملعب. والحقيقة يعني لاعب ممتاز جدا، وان شاء الله يكون له شان. نجي نتكلم عن خط الهجوم اللي كان مكون من محمد عبد الرحمن وياسر مزمل ومكابي ليلوبو. حقيقة شفنا تفاهم كبير بين المهاجمين في الثلث الهجومي، بس ما كان بيترجم لأهداف. وإن شاء الله لو اشتغل المدرب على النقطة دي أظن إنه هجوم الهلال حيكون أقوى وأكثر فعالية في المباريات القادمة. ونجي نتكلم عن صاحب الهدف المهاجم محمد عبد الرحمن الغربال، قائد فريق الهلال اللي أحرز الهدف عن طريق ضربة الجزاء في الدقيقة 25. محمد عبد الرحمن الحقيقة لاعب مهم جدا، ودي حاجة معروفة عند جماهير الهلال، ولا بد من إنه النجم محمد عبد الرحمن يستمر على هذا النسق. لأنه الحقيقة شفنا الغربال في الآونة الأخيرة مستواه شبه قل، وأداؤه في الميدان ما كان جيد، وحتى شفنا في الدوري لما كان بيسجل أهداف بيحتفل احتفال غير عادي، لأن اللاعب أظن إنه كان مضغوط من الإعلام، وأظن إنه ما يعني كان بعيد كل البعد عن تسجيل الأهداف. الغربال لاعب لا غبار عليه، ولاعب عمره الحقيقة ما تخاذل لما الفريق احتاجه. بتمنى إنه يستمر على هذا المستوى في المباريات القادمة. حقيقة الهلال قدم هدية كبيرة لنا كشعب سوداني رغم الظروف المحيطة بنا ورغم الآلام المر بها حاليا.
وإن شاء الله، ويعني رغم إنه كان بعيد كل البعد عن التنافسية محليا في الدوري، ده كان رأيي اليوم عن مباراتنا أمام النادي الصفاقسي التونسي. بتمنى إنه الحلقة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد إن شاء الله. وحنكون في انتظار مباراة الإياب إن شاء الله اللي حتقام يوم السبت 8 يوليو. ما تنسى بس تكتب لي رأيك عن فوز الهلال تحت في التعليقات، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله.